الروبوتات دي نوع من أنظمة الوقوف الأوتوماتيكي. الفكرة إنها مركبة آلية مزودة بكاميرات وحساسات ونظام GPS. بتدخل تحت العربية، ترفعها كام سنتيمتر على منصة أو أذرع هيدروليكية، وبتنقلها وتركنها في مكان مخصص جوه الجراج. الأنظمة دي معمولة مخصوص للمواقف المغلقة والمسيطر عليها، بتوفر مساحة أكبر وكفاءة في ترتيب العربيات، وقدراتها عادة مخصصة لعربيات الركاب بحدود ووزن معقول، أو متقدرش تنقل شاحنات أو مركبات كبيرة. التكنولوجيا دي ليها قدرة فعلية تخلي نقل العربيات أسهل وأسرع جوه الأماكن المتراقبة. ولما الأدوات دي تتوفر في السوق المفتوح، ممكن تظهر محاولة إساءة استخدام، لأن ممكن يتم استخدامها عشان سرقة العربيات لو تم تطويرها بشكل أحدث من كده. ولو الناس عدلت عليها، ممكن تظهر حالات سرقة أكتر. لكن الوقاية والتنظيم التصميم الآمن هم اللي بيحسموا إذا كانت التكنولوجيا دي هتتحول لأداة سرقة واسعة ولا هتفضل أداة مساعدة آمنة في المواقف. قول لي بقى، هل تفتكر إن ممكن أداة زي دي ممكن تتحول لأداة لسرقة العربيات في المستقبل؟ وأخيرا، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.